جولة جديدة في مزارع بشاير الشرباجي أثناء أعمال الزراعة. المنظومة الهندسية في بشاير الشرباجي حاجة إحنا مش بنتهاون فيها، بحيث إن أنا لما أجي أنا بعمل لوحة فنية. يعني لوحة فنية يعني بعمل لو وقفت قدام كل نخلة في كل اتجاه هشوف الستريت بتاعتي والسيمترية من كل الاتجاهات. وده طبعا السبب الرئيسي فيه إن إحنا بنشتغل وفق الأسس العلمية بالأجهزة الحديثة. معانا الباشمهندس نصر من الناس الفاهمين قوي في قطاع التوتال ستيشن والجي بي اس. قول لنا بشكل سريع، دلوقتي احنا قاعدين بنزرع دي نخله لسه مزروعه من دقائق قبل ما تتكيف. احكي لنا كده الخلطه السريه في اعمال مش سريه ولا حاجه بس فنيه. بنحدد ازاي وبنزرع ازاي يعني بنشتغل بجي بي اس ازاي عشان نطلع اللوحه الفنيه. تمام يا هندسه، هو ده جهاز جي بي اس ساين وان 3. ده جهاز مساحه محطه كامله يشتغل عن طريق الاقمار الصناعيه. بناء عليه بنحدد اللوحه بتاعتنا. معانا مكتب فني ممتاز بنحدد عن طريقه النقاط بالسنتيمتر. بننزل في ارض الواقع نوقع النقط دي بالملي قبل الحفر، قبل ما يفرد شبكه الميه، عشان يفرد شبكه الميه ويحط التنقيط بتاعه. ويبدا بعد كده يحفر، وبعد كده نوقع النقط تاني بعد الحفر، بحيث ان انا يبقى عندي من كل اتجاه، من كل الاتجاهات تشوف اشوف النخله من كل اتجاه كده كأن ده خط. لو جيت كده ده خط، يعني من كل حته خط مستقيم. كل التقاطعات خطوط مستقيمه، كل التقاطعات خطوط مستقيمه، لان النقاط طالعه بخطوط مستقيمه. احنا بنشكرك، ودايما كده ايه بتاخد ثواب معانا في اعمال الزراعه ودايما كده كل الناس اللي شغاله معانا فرحانين بالشغل معانا، وعشان كده احنا فرحانين بالشغل. مزارع بشاير الشرباجي أصل زراعي يتوارثه الأجيال.